السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبة قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنشوف فيديو تفصيلي عن مستلزمات تسريحة العروسة، وطبعا البنات المبتدئة واللي لسه بتجهز وما تعرفش ايه اللي يتحط على التسريحة. طبعا الفيديو ده فيديو تفصيلي عن الحاجات اللي تجيبيها وتتحط على تسريحتك ويبقى شكلها شيك وشكلها جميل وبمنتجات على قد الايد. وطبعا نبدأ بفاونديشن بريتي وومن، حاجة جمدان. فاونديشن طبعا استعمال يومي، وللمناسبات او كده افضل الفول كفرج احسن. ده استعمال يومي بس وتخطيطه متوسطه. دي مسكرة مية سينما العنكبوتية، حاجة جميلة جدا جدا، مفيش حد جربها الا وشكر فيها، وانا نفسي لما جربتها كانت جميلة جدا، والباكج بتاعتها كمان تحفة 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 يعني. وده طبعا البادي سبلاش، حاجة لا غنى عنها، والروايح جامدة، الروايح بتاعته جامدة والله العظيم، يعني كلها روايح سكسي كده شوية الصراحة. تمام. وده عرض كنت شارياه ينفعك لو انت بتعملي بأدوات السكين كير في البيت، يعني هينفعك جامد. الفرشة والجد رولر سوري. ودي كنترول باودر من مية سينما، الكنترول باندا، جبته قبل كده مرتين ودي المرة التالتة. الصراحة يعني جمدان، الماتيريال تحفة يعني، والصراحة مفيش فرق كمان بين الاوريجينال والكوبي. ودي الكومباكت باودر من روز بيري، دي دورين، والدور الارضي فيها جواها سبونج جاي معاها. تمام، يعني الماتيريال نفسها تحفه، ده غير ريحتها الصراحه تدوخ من حلاوتها والله. وسعرها كمان على قد الايد، لو من ناحيه الناس اللي بتدور يعني على الفئه السعريه وكده. وده البرايمر من لوريال باريس، يعني الصراحه انا جربته قبل كده مره واحده، دي المره التانية معرفش بقى ايه يعني، هو اتغير شويه. وده طبعا الايلاينر، وده الليب جلوس من بيرلي من ماي واي، وفي الاخر اعمل لكم ريفيو عن حاجات ماي واي برضه. وده الاي شادو وباليت كامله من الروج الاستيك، بجميع طبعا الدرجات والالوان اللي انا عاوزاها. بس بالنسبه بقى للاي شادو فانا افضل لبنات اللي بيجيبوا الباليتات الكبيره اللي جواها الوان الدنيا والدين دي، بلاش يا جماعه، يعني معلش الحاجات دي بتبقى غاليه وعلى الفاضي. هاتوا الالوان اللي انتوا بتحبوا تحطوها اكتر، مش اجرب الوان جديده، لا ممكن تبقى حلوه ممكن تبقى وحشه، بنص الباليت راحت على الفاضي يعني. فهاتوا الباليت اللي فيها الالوان اللي انتوا تكونوا مرتاحين فيها اكتر وجميله بالنسبه لكم. ده شكلها هون، دي من ميه سينما، الوانها هاديه وجميله جدا ومناسبه لاي طقم ممكن تلبسوه اساسا. وده شكل الباكج من بره. تمام، يعني حاجه جامده، مش محتاجه ان انا احطها في منظم اصلا. 1 2 3 4 5. طبعا انا جايبه باليت كامله من الروج الستيك، الروج الليكويد وكده، حبيت اجيب الدرجات المفضله بالنسبه لي يعني، بلاش اجيب كل الدرجات المفضله ليا وخلاص عشان مبقاش كتير. تمام. وده الديب لاينر من بريتي وومن، السواد بتاعه فحمي فحمي فحمي، حاجه والله العظيم فوق الوصف. وده طبعا المانيكير وكده، انا جبت ال3 درجات دول بس لان انا اصلا مش من محبين المانيكير قوي يعني، انا افضل احط الحنه وخلاص، لكن المانيكير وكده لا، بس قلت احطه على التسريحه وخلاص عشان لو احتاجته يعني. وطبعا دي الفرش من انستازيا، الصراحه يعني الباكج نفسها حلوه جدا، والماتيريال تحفه بتاعت الفرش ناعمه، حتى لمعتها كمان باينه في الفيديو، جميله جدا جدا، مش مستاهل اصلا ان احطها في منظم، شكلها لوحده منظم وجميله جدا، انصح بيها الصراحه، وفئتها السعريه جميله ومناسبه جدا لاي حد كمان لو محتاج يجيب فرش يعني على قد الايد. ودي برطمان برطمان البيوتي بلندر، في كل الاحجام والاشكال اللي انت هتحتاجها على حسب شكل بشرتك الصراحه، وبرده الفئه السعريه بتاعته كويسه يعني، ده كان جاي في حدود يعني 35 و 45 جنيه. وده الفيكس سبراي اللي هو مثبت الميك اب، تمام، يعني الصراحه جامد لا تعليق عنه يعني الصراحه. وده طبعا كلنا عارفينه، بلاش اقوله عشان لو في شباب دخلت الفيديو يعني بلاش نتكلم، البنات عارفاه يعني من غير ما اتكلم. ده الصن بلوك، اساسي قبل اي ميك اب واساسي في اي خروجه، حتى لو قاعده في البيت كمان تحطيه. وده طبعا ماسك جميله للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، ده من ماي واي، الاتنين دول كده من ماي واي. ودي ماسكارة مسكرة فيتامين سي الشفافة، دي جميلة جدا. وده
طبعا كلنا عارفينه كريم ماي واي بي بي، اللي هو بديل الفاونديشن، او زي ما بيقولوا يعني البشرة المعرضة لحب الشباب. وده البانستيك. البانستيك ده برضو بديل للفاونديشن والكونسيلر كمان. تمام. جربته قبل كده حوالي 3 مرات، ودي المرة الرابعة. جميل. وده اي شادو اللي هو الليكويد جليتر كده لون روز، جميل قوي. تمام. الصراحة كان جميل، وكانت فيته السعرية برضو حلو. ودي طبعا سبونشات صغيرة كده للدمج فوق العين، دمج الاي شادو وكده. تمام. وده كريم مرطب وملطف للحروق والجروح وكده، ده من ماي واي برضو. ودي طبعا صابونة الفحم، كلنا عارفينها اكيد. ودي صابونة طالعة انا اول مرة اشوفها الصراحة، اسمها صابونة زيت الزيتون، مستخلصة من زيت الزيتون. وده غسول جيت فريش من ماي واي، انا جربته مليون مرة قبل كده وجميل، وهجربه تاني وهجيبه تاني، جميل الصراحة. وده كان عرض ماسك الفحم مع ماسك الدهب، ده طبعا من بوبانا، جميل جدا جدا جدا. وجايبه برضو اللي هو العلب بتاعته دي الانابيب، ولسه هجيب برضو اللي هي العلب، ما هو هتيجي دلوقتي في الفيديو اهي. ماسك الدهب وماسك الفحم دول لاي سكين كير محتاجه تعمليه في اي وقت، هيكفوا معاكي فتره طويله جدا. والفئه السعريه بتاعتهم كانت جميله برضو، انا بحب استغل برضو يعني العروض دي شويه. وده طبعا مقشر الشفايف، اللون بتاعه جميل عاجبني قوي. طبعا لا غنى عنه، ده طبعا في السكين كير لتوريد الشفايف طبعا وتقشيرها، وجميل جدا. 1 2 3 4 برفانات حريمي، يعني طبعا انت بتجيبي لخطيبك وبتجيبي ليكي اكيد. تمام. ده طبعا برفان بيسموه رومبا ولا رمبا، مش عارفه الصراحه. جايبه منه 2، وبرفان فيكتوريا سيكريت طبعا لا غنى عنه. والبرفان الاخير ده اللي هو الاي دي، ده تركيب. 1 2 3 4 دول تبعي، يعني دول سبريهات حريمي، برضو السبريهات لا غنى عنها للبنات. 1 2 3 انا برضو لازم ادلع حبيبي يعني واجيب له حاجه. وده طبعا عبوة الجل من رويال هير جل، وده كريم تصفيف للشعر، ماشي، مش هقول كريم جل، اللي هو كريم تصفيف للشعر وخلاص. تمام. يعني برضه لازم ادلع حبيبي يعني برضه يا جماعه، ما تبقوش بخله كده وتنسوا اللي انتم متجوزينهم ولا خاطبينهم دول، مش يعني عيب قوي يعني. لازم برضه نفتكرهم بحاجه عشان ما يحزنوش على اللي احنا بنجيبه ده كله. تمام. برضه يعني ايه، افتكريه بحاجه، بلاش تبقي بخيله، خليكي كده حلوه كده عشان يحبك ولا يفتكرها لك طول العمر انك افتكرتيه. وده مسكرة ان طبعا لا تعليق عليها. وده طبعا قلم ان برضه للحواجب. ده بقى يعني ليب جلوس ليكويد، معرفش ما بيسموه كده، ملمع كده بتحطيه بيخلي الشفايف بربرق كده. وده طبعا بيسموه روج الشوكولاته، انا بسمع عنها كده، روج بني، كان عجبني درجته قلت اجيبها الصراحه، حلو يعني. مكوة فرد الشعر، مكوة كيمي جميلة جدا جدا، ودرجة حرارتها متوسطة، يعني لا عالية تحرق الشعر ولا واطية قوي، لا. وده طبعا سشوار براون اللي اكيد كلنا عارفينه وجبناه اكيد يعني. وطبعا الفئة السعرية بتاعتهم جميلة جدا ومناسبة لأي بنت. تمام. طبعا انا عجبتني الكيوتة الصغننة دي، قلت برضه اجيبها يمكن احتاجها في يوم من الايام، هي حلوة برضه لو واحدة مش عايزة انها تبوظ شعرها قوي يعني، هتقوم جايباها. وطبعا شفرات الفلامينجو اللي لا تعليق عليها ولا غبار، بس هذه الاصلية الاحسن يعني. ولما تيجي تستخدميها حطي قبلها جل صبارة، تبقى جميلة جدا. وده دي باليت البلاشر، ما تبرشمها بقى انا اسفه. ودي طبعا اللفه المغربيه اللي طبعا شيء اساسي في حمام اي عروسه. تمام. ومش غاليه وجميله جدا، بس هاتي الاصليه منها بلاش تجيبي المضروبه. تمام. ده بقى كل دي منتجات انا جبتها من ماي واي، واللي انا استعملتها شخصيا وجميله جدا جدا وانصح بيها الصراحه. ده غسول جيت فريش للبشره الدهنيه، والصراحه جميل جدا للبنات اللي بشرتهم معرضه لحب الشباب، جميله جدا. وكمان البشره اللي هي المختلطه. وده ستان بلوك، ده برضو جميل، وفئته السعريه برضو في الوسط، وفي نفس الوقت نتيجته هايله يعني وجميله، وناس كتير جدا شكرت فيه. تمام. ده بتحط وانت في بيت وانت بره كمان، عشان في ناس ما بتعرفش المعلومه دي قوي. وده ماسك جميله لازاله الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، ده برضو من ماي واي، جميل جدا جدا جدا.
انا عن نفسي انصح بيه، هو جميل جدا والله عن تجربه شخصيه. وده الصراحه من ساعه ما انا دخلت في شركه مايوي وانا بجيبه، جميل جدا جدا. هو يعتبر بديل للفاونديشن ماشي، وبرضه بيحمي من الحبوب برضه حاجه بسيطه. وده طبعا الليب جلوس ماشي، هو في الصوره هيبان اللون فاقع قوي، بس هو على الطبيعه حاجه تانية والله، يعني على الطبيعه لما تحط كمان على الشفايف يبقى حاجه تانية. وده طبعا الكونسيلر، وده البان ستيك، ده بديل للفاونديشن وللكونسيلر. وده طبعا مورد الشفايف والخدود تمام من ريد، جميل جدا تمام. وده عبوة الكريم دي، الكريم اللي هو الملطف للحروق والجروح وكده، جميل جدا وعن استعمال شخصي والله جميل جدا، وينفع مهدئ كده للالتهابات والحاجات اللي زي كده، التهابات الجروح وكده تمام. طبعا ما ينفعش انسى حبيبي، لازم برضه اطلعه بحاجه كده على التسريح عشان ربنا يرضى عني تمام. كريم تصفيف الشعر، وطبعا الثلاث سبريهات وفرشه فك تشابك الشعر تمام. و وعبوة رويال جيل جميلة جدا، وجبتها قبل كده وكانت عجبته عشان كده جبتها تاني. فالصراحة يعني بصوا المنظر لوحده يفتح نفس بنات كتير والله بجد، يفتح نفس بنات كتير. الشباب تخرج برا الفيديو، يلا يا بابا ناكله برا الفيديو، يلا يا بابا نخلينا في قلب الفيديو بتاعنا معلش كبنات. نسيت برضه اقول لكم لازم تجيبوا عبوة كحول، لازمة برضه تمام. يعني الجمدان ده كله هقول ايه، بس قلبي صغير لا يتحمل هذا الجمال تمام. طبعا في حاجات ناقصه لسه برضو ما جاتش، زي مزيل الميك اب برضو ما جاش، وقطن ازاله الميك اب برضو ما جاش تمام. وبرضو لو في حاجه تانية نسيتها فكروني برضو في التعليقات. يا رب يعجبكم الفيديو حبايب قلبي تمام. قلنا الشباب بره الفيديو، خلينا مع البنات هنا لو سمحتوا، دي حاجات بنات، احنا بنجيب الحاجات دي عشان ما نفلسكوش بعد الجواز تمام. يعني الصراحه يعني مش عارفه اقول ايه على المنظر، انا فضلت سنين عمري كده عشان اجمع في الكميات دي. ربنا يفرحنا جميعا يا رب، ويفرح قلب كل بنت، ويتم لكم فرحتكم كده على الف خير يا رب العالمين. ده بقى شرح كده بسيط للمبتدئين لسه في الميك اب، واللي هم لسه بيشتروا ميك اب جديد يعني. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه، حبكم.